في موضوع نزلته قبل فترة في قناتي في اليوتيوب، تقريبا أكثر من 22 ألف مشاهدة، لكن سوالي مشاكل. الناس اللي بترد ما هي فاهمة في هذا المجال، والحمد لله في واحد نزل مقطع أنصفني، يعني مش أنصفني، أنا أنصف الموضوع اللي تكلمت عنه. حوريكم المقاطع بعد شوية كمان. لكن إيش هو الموضوع؟ الموضوع كان عن هل الأقمشة الكويتية اللي هي للثياب رجالي أفضل من الأقمشة في السعودية؟ قبل كل حاجة أنا حاب أشكر حبيبنا لؤي نسيم اللي هو تكلم في الموضوع هذا مع أحد التجار الكويتيين، يعني زي ما يقولوا شاهد من أهله. وهذا صراحة يعني قال كلام أنا أقوله يعني من شخص ما يقول إلا شخص أمين وشجاع وذوق منك. الله يخليك. دحين يقولوا الأقمشة الكويتية هي أحسن أقمشة، أنت إيش رأيك في الكلام ده؟ والله شوف، أقول لك للأمانة، القماش السعودي من نفس مصدر القماش الكويتي. حلو. لكن الفرق بجرأة اختيار الألوان. يا سلام، حلو. الآن اللي لاحظته أنا، شوفوا ذكر إنه عندهم الجرأة في الألوان، يعني هناك في الكويت يلبسوا ألوان وأكثر من عندنا هنا، فطبيعي التاجر السعودي ما حيجيب ألوان ما تنطلب، حتقعد عنده ستوك في المستودع وراس مال عبء عليه. وعلى فكرة أنا ترى ماني تاجر أقمشة ثياب، بس دخلت محل ثياب عشان إيش؟ يعني كذا ندخلكم الجو. اتفقنا على الألوان. طيب الجودة، هل أقمشة الكويت أفضل من السعودية؟ اسمع رد أخينا من الكويت. بس أهم شيء اللي أنا أقوله، يجب الانتباه من مادة الفورمالدهيد اللي تخلط مع الأقمشة اللي هي تسبب أمراض الجلدية. وأنا سعيد جدا في المملكة في تشدد بفحص الأقمشة. ممتاز، الحمد لله. أما للأسف عندنا بالكويت ما في شروط معايير. أيوة. ولهذا السبب تلقى الشركات المصنعة الهندية أو الصينية تضيف مواد الفورمالدهيد عشان تعطيها ملمس ونعومة، بس لكن نتيجتها عندك مرض الأكزيما، الصدفية، البهار. يا ساتر. وهذه هي الأقمشة الرخيصة. هذه الأقمشة الرخيصة. والناس يحسبوا الأقمشة الرخيصة يلا فرصة خلينا ناخذ أقمشة رخيصة. بس والله انت فكر في الحالة الصحية، الضرر اللي وراها. ايوه اكيد يعني ضرر حتى في للبيئة كمان، والبيئة. أيوة. والغسيل يعني. وهذا توقع أكثر من كذا التوضيح ما فيش. وصراحة يعني حاب أشكر الأستاذ رياض الكاظمي وحبيبنا كمان أستاذ لؤي نسيم على هذا المقطع اللي أنا ساعدني أكثر شيء في إنه الناس تقتنع بالكلام اللي إحنا قاعدين نقوله. خذوا المعلومة دائما من أصحاب الخبرة، أصحاب المجال، المستشارين في الأقمشة، علشان توصل لكم المعلومة بشكل صحيح وبمصداقية. يعطيكم العافية.